أحيانا ربنا بيخليك تقابل حد وتحس من أول لحظة إن في بينكم رابطة غريبة، كأنكم تعرفوا بعض من زمان. بتحس براحة وطمأنينة، كأن ربنا هو اللي كاتب إن الشخص ده يكون في حياتك. ده بيحصل لما روحين ربنا بيجهزهم لبعض. تحس إن هو الجزء اللي كان ناقصك، وفجأة تبقى حاسس إنك كامل وشاكر لربنا. تقدر تتكلموا بالساعات أو تسكتوا سوا، وبرضه تحس إن كل حاجة في مكانها الصح. تحس إنك مقبول ومحبوب من غير ما تغير في نفسك، لأن الحب الحقيقي بيجي لما ربنا يجمع قلبين. الناس دي بتكون زي العيلة اللي ربنا رزقك بيها عشان ما تمشيش لوحدك في الدنيا. حبهم ودعمهم بيدوك قوة تصبر وتكمل وتسعى بأمل في اللي نفسك فيه. جمال العلاقة دي مش بس إنها بتسعدك، لكن كمان إنها بتقربك من ربنا أكتر. بتساعدوا بعض تكبروا وتتعلموا وتثبتوا على الإيمان، وكل يوم الرابط بينكم بيقوى أكتر. ولو ربنا رزقك بحد كده، أشكره وأدعيله واحتفظ بيه، لأن العلاقة دي مش صدفة، دي نعمة من ربنا، ومن أجمل الهدايا اللي ممكن يديها لك. أحيانا ربنا بيخليك تقابل حد وتحس من أول لحظة إن في بينكم رابطة غريبة، كأنكم تعرفوا بعض من زمان. بتحس براحة وطمأنينة، كأن ربنا هو اللي كاتب إن الشخص ده يكون في حياتك. ده بيحصل لما روحين ربنا بيجهزهم لبعض. تحس إن هو الجزء اللي كان ناقصك، وفجأة تبقى حاسس إنك كامل وشاكر لربنا. تقدر تتكلموا بالساعات أو تسكتوا سوا، وبرضه تحس إن كل حاجة في مكانها الصح. تحس إنك مقبول ومحبوب من غير ما تغير في نفسك، لأن الحب الحقيقي بيجي لما ربنا يجمع قلبين. الناس دي بتكون زي العيلة اللي ربنا رزقك بيها عشان ما تمشيش لوحدك في الدنيا. حبهم ودعمهم بيدوك قوة تصبر وتكمل وتسعى بأمل في اللي نفسك فيه. جمال العلاقة دي مش بس إنها بتسعدك، لكن كمان إنها بتقربك من ربنا أكتر. بتساعدوا بعض تكبروا وتتعلموا وتثبتوا على الإيمان، وكل يوم الرابط بينكم بيقوى